مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا بحلقه استثنائيه من برنامج الكره مع محمد صابر. استثنائيه ليه يا محمد يا صابر؟ لان ده برنامج حضراتكم من اسكندريه لاسوان. برنامج الكره مع محمد صابر هو برنامج حضراتكم من اسكندريه لاسوان. حضراتكم النهارده هتقيموا لنا الدوري العام المصري في الدور الاول. مين احسن نادي من وجهه نظر حضراتكم؟ مين النادي اللي شايفينه قريب اللي هو يكون بطل الدوري؟ رغم لسه الدوري طويل جدا جدا جدا. مين اللي هيكون في المربع الذهبي؟ مين اللي هيكون في المنطقه الدافئه؟ ومين الانديه اللي قربت للهبوط؟ من وجهه نظر حضراتكم احسن لعيب خط دفاع، احسن لعيب خط وسط، احسن لعيب مهاجم، احسن حارس مرمى من وجهه نظر حضراتكم؟ مين احسن مدير فني من وجهه نظر حضراتكم في الدور الاول؟ مين احسن هدف لغايه دلوقتي من وجهه نظر حضراتكم في الدور الاول؟ طيب، اتحاد الكوره اللائحه اتنفذت في الدور الاول على الانديه الصغيره زي الانديه الكبيره. طيب، الظاهره العالميه اللي مش موجوده الا في الدوري المصري عندنا احنا بس، مش موجوده في العالم. احنا في حته وهم في حته. ظاهره تغيير المدربين الكبيره جدا. كل الانديه، معظم الانديه غيرت المدربين ما عدا انديه بسيطه جدا. هل دي جت في الدور الاول على الانديه بالسلب ولا بالايجاب؟ طيب، من وجهة نظر حضراتكم التحكيم المصري مع حضراتكم اخباره ايه؟ الفار اخباره ايه مع حضراتكم في الدور الاول؟ هل كانت مشكلتنا في التحكيم هو كاتنبرج خبير اجنبي، ولا احنا عندنا مشاكل اخرى في التحكيم لازم نعالجها؟ حضراتكم اللي هتقيموا كل شيء النهارده، وانا في انتظار حضراتكم واراء حضراتكم. وزي السيستم اللي احنا اتعودنا عليه، انا بجد النهارده سعيد جدا بالحلقه دي لان انا هستمتع باراء حضراتكم زي كل حلقه. انا بصراحه بخلص كل حلقه وبتعلم من حضراتكم ومن اراء حضراتكم زي السيستم اللي احنا اتعودنا عليه. هستنى حضراتكم على صفحات البرنامج، برنامج الكره مع محمد صابر والاعلامي الرياضي محمد صابر على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب الاعلامي الرياضي محمد صابر. وميرسي جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.